السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم كاملين في فيديو جديد على القناة. كأس إفريقيا 2025 وصل دابا لمرحلة الحسم، مرحلة اللي ما كيبقى فيها غير الكبار والمنتخبات اللي عرفات كيفاش تلعب تحت الضغط وتحقق الأهم. حنا اليوم أمام نصف نهائي ناري بمواجهتين قويتين بزاف، المغرب ضد نيجيريا ومصر ضد السنغال، مواجهات فيها التاريخ والطموح والحلم الإفريقي. المنتخب المغربي دخل ربع النهائي وهو عارف شنو باغي وشنو خاصو يدير. المباراة ضد الكاميرون كانت نموذج في الانضباط والتركيز. المغرب فرض أسلوبه من البداية للنهاية ومعطاش مساحات كبيرة للخصم. النتيجة كانت فوز مستحق بهدفين دون رد، 2-0. أداء جماعي منظم، دفاع صلب وانتقال سريع للهجوم، الشيء اللي خلى المغرب يوصل لنصف النهائي بثقة كبيرة ومعنويات مرتفعة، خاصة وهو كيلعب فوق أرضه وبين جماهيره. نيجيريا من جهتها أكدت قوتها في ربع النهائي أمام الجزائر في مباراة كانت صعبة، ولكن النسور الخضر عرفوا كيفاش يحسموها. فوز نيجيريا كان 2-0، أداء قوي، بدني عالي، ضغط متواصل وسرعة كبيرة في الأجنحة. منتخب نيجيريا بين إنه خصم خطير وعنده تجربة كبيرة في كأس إفريقيا، وهذا اللي غيخلي المواجهة ضد المغرب معقدة ومفتوحة على جميع الاحتمالات. في المباراة الثانية من نصف النهائي، المنتخب المصري دار مباراة كبيرة ومثيرة في ربع النهائي أمام كوت ديفوار، مباراة حبست الأنفاس حتى آخر دقيقة. مصر فازت 3-2 بروح قتالية عالية وشخصية المنتخب الكبير. رغم الضغط ورغم قوة الخصم، الفراعنة عرفوا كيفاش يرجعوا في المباراة ويخرجوا بالانتصار. منتخب مصر دائما حاضر في المواعيد الكبيرة وكيعرف طريقه نحو الأدوار النهائية. السنغال من جهتها واصلت طريقها بثبات وهدوء في ربع النهائي أمام مالي، مباراة تكتيكية من الطراز العالي. فوز السنغال كان 1-0، انتصار صغير في النتيجة لكنه كبير في المعنى. السنغال لعبت بعقلية البطل، حافظت على توازنها ودافعت بشكل جيد وضربت في الوقت المناسب. منتخب متكامل وقوي ومرشح دائم للتتويج. بالنسبة لتوقعاتي الشخصية فأنا كنشوف إن النهائي الأقرب هو المغرب ضد السنغال. المغرب عنده الإمكانيات والتنظيم والدعم الجماهيري باش يتجاوز نيجيريا رغم صعوبة المباراة، والسنغال في نظري تبقى الأوفر حظاً أمام مصر بحكم التوازن والخبرة والجاهزية البدنية. نهائي المغرب والسنغال غيكون قمة إفريقية حقيقية بين الطموح والرغبة في كتابة التاريخ. وفي الأخير ما تنسوش تديروا لايك للفيديو إذا عجبكم، وشاركونا آراءكم وتوقعاتكم في التعليقات. وإذا كنتوا جداد في القناة ديروا الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات القادمة. كان معكم اسم القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.